تمام يا نجم، ابعت اللوكيشن وانا مسافة السكة اكون عندك. لا يا عم توهي، انا همشي على الجي بي اس. ايام زمان وانت نازل من بيتك ما كنتش محتاج خريطة ولا اقمار صناعية بتراقبك من السما علشان توصل مشوارك، كنت محتاج حاجة واحدة بس: قلب جامد واستعداد انك تتوه، خصوصا وانت رايح منطقة أول مرة تروحها. التوهان زمان ما كانش غلطة، ده كان أسلوب حياة وشيء طبيعي بيحصل كل يوم. كنت تنزل الصبح تقول لأهلك لو ما رجعتش يبقى أنا تايه ودوروا عليا. الجملة دي كانت كفاية إنهم يستنوك لما ترجع علشان تحكي لهم اللي حصل معاك في الطريق. زمان كان التوهان طقس من الطقوس اليومية، تودع أهلك وتنزل تخبط في الدنيا، تدخل شارع وتخرج من حارة لحد ما تلاقي نفسك فجأة في محافظة تانية، والناس هناك يعزموا عليك بمشي وفطير، وانت اصلا كان كل طموحك انك تروح العتبه. كنت تسال واحد في الشارع تقول له لو سمحت الشارع الفلاني فين، تلاقيه وقف كده واقف يتعلم ذره ويقول لك بكل ثقه: بص يا بطل، الموضوع بسيط خالص، هتمشي على طول، سيبك من اول يمين وتاني يمين، تالت يمين بقى هتلاقي كشك سجاير صاحبه راجل اقرع وعنده حسنه في خده، عدي الكشك وادخل الحاره اللي بعديه، هتلاقي جامع المأذنه بتاعته عاليه شويه، اول ما تشوف الجامع اسال تاني. طب يا نجم، ما انا بسالك اهو، اسال تاني ليه؟ والأجمل بقى من حكاية تسأل تاني هو السؤال الأشهر عند المصريين. تروح لواحد تقول له لو سمحت الشارع الفلاني فين، يرد عليك بكل هدوء: هو قال لك فين؟ فأنت طبعا ضغطك يترفع وتقول له في سرك: يا حاج ما هو لو قال لي فين هسألك ليه؟ ما أنا لو عارف هو فين ما كنتش وقفت أصلا. أنا اكتشفت إن الناس دي منظمة سرية متوزعة على النواصي، جروب واتساب واحد هدفهم الوحيد يستلموك ويسلموك لبعض. أول ما تتحرك الراجل يطلع لاسلكي ويقول الهدف في الطريق، سلموه المنطقة ب حول. والتوهان ده وصل لقمة الإبداع في المصالح الحكومية. تدخل المكان عايز مثلا تختم ورقتين، سهلة أهي، تلاقي مدام عفاف قاعدة بتخرط ملوخية أو بتفطر، تقول لك الختم مش هنا يا أستاذ، انزل للأستاذ أشرف في الأرضي. تنزل للأرضي يقول لك أستاذ أشرف في مشوار، روح لمدام كوثر في الخامس، معاها مفتاح الدرج اللي فيه الختم. تطلع الخامس وأنت بتنهج يقولوا لك المفتاح نزل الأرشيف، اسأل على عم عطية. وفي اللحظة دي أنت بتكتشف إنك مش بتدور على الختم، لا، أنت بتدور على مفتاح الدرج اللي فيه الختم. أنت ما بقتش تايه جغرافيا، يعني ما بقتش بتدور على عنوان، لا انت بتدور على مخرج من لفة المكاتب دي. بقيت عامل زي الفار في المصيدة ومش عارف يخرج. تطلع من عند مدام عفاف تلبس في حتة عم عطية وانت معاك الورقة وكل اللي محتاجه ختم بس، والكل بيسلمك للتاني بضحكة صفرة حلوة ودافية في نفس الوقت، وهم عارفين اصلا ان المفتاح ضايع من سنة 80. اهي المنظمة دي بالذات عندها قانون الورقة الناقصة، مهما كنت شاطر وجايب معاك كل الورق لازم يطلع لك واحد في النص يقولك فين شهادة ميلاد خالد جدك للأم. تضطر تتوه في أرشيف العيلة علشان تدور على شهادة الميلاد. ونوصل بقى الليفل الوحش، ليفل الصنايعية. زمان كنت تكلم السباك اللي وسط عبده تقول له انت فين، يقول لك انا على الناصية اهو يا استاذ، شايف العمارة اللي لونها اوف وايت وفيه غسيل منشور في البلكونة التانية؟ طبعا انت تقول له ايوه وانت مش مركز اصلا، يرد يقول لك انا تحتها بالظبط. تنزل ما تلاقيش حد، فتكتشف ان عبده في منطقة تانية وبيتخيل معاك المنظر. الصنايع المصري عنده قدرة خرافية إنه يوصف لك مكان ورشته بطريقة تخليك تحس إنك داخل مثلث برمودا. يقول لك بص يا باشا، أنت هتنزل نفق الهرم وتطلع منه تاخد أول يوتيرن، هتلاقي قدامك شجرة جميز مقطوعة من أيام الثورة، سيبك منها، كمل هتلاقي محل كبدة، ادخل الشارع اللي في ظهره، اسأل على عبده كوع، الكل هيدلك. طبعا انت بتمشي ورا الوصفة دي وبتكتشف ان عبده كوع ده ميت اصلا من سنين، بس الممتع انك بتدخل في حوارات جانبية. تقعد مع القهوجي تقول له هي فين ورشة عبده كوع، يضحك ويقول لك عبده كوع ده كان بيصلح عبور الجاز، انت اكيد عايز ابنه حماده جلبه، ده فتح محل موبايلات في الشارع اللي ورانا. وتلاقي نفسك سبت السباكه ورحت اشتريت جراب للموبايل من حماده وقعدت تحكي معاه وتنسى ان البيت عندك غرقان ميه. زمان لما كنت ترجع البيت متأخر وأمك تسألك كنت فين يا منيل، تقول لها بصدق كده أنا كنت تايه، فتصعب عليها وتغرف لك طبق رز زيادة. دلوقتي لو قلت كنت تايه هتقول لك ما الموبايل في إيدك أهو يا كداب. طب ما فيش عشاء النهاردة، الجي بي إس سحب مننا عذر التوهان الشرعي، التوهان الجميل انتهى. نفسي في مرة الجي بي إس يعلق ويقول لي بقول لك إيه يا نجم، انا تعبت، انزل اسال الراجل اللي قاعد بيشرب سحلب هناك ده، هو ادرى مني بالمنطقه دي. ساعتها بس هتحس اننا رجعنا لايام زمان تاني واننا لسه بنتوه. ولما تروح وتحكي اللي حصل لاهلك او صحابك هتقعدوا تضحكوا طول الليل. دلوقتي مفيش توهان، في جي بي اس، صوت ست بيزعلك بهدوء مستفز، تحس ان الست دي كانت مديره مدرسه، صوتها يحسسك انك لو ما كسرتش يمين هتترفد من الرحله. الموبايل دلوقتي عارف مكانك اكتر ما انت عارفه. زمان كنا بنتوه بس كنا مبسوطين، دلوقتي بنوصل بس مفيش متعة. الجي بي اس قتل الحكايات وقتل ونس الشوارع. وانا عايزك بقى لو تهت قبل كده اكتب لي في التعليقات. كنت تسأل واحد في الشارع وتقول له لو سمحت يا استاذ الشارع كنت تسأل واحد وتسأله لو سمحت الشارع الصنايع المصري عنده القدرة
متهيأ لي أتمنى يكون الفيديو عجبك، ما تنساش اللايك وتشترك في القناة، واستناني في أصل الحكاية الجاية.